ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة اعملوا لي اشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ونبدأ الفيديو. لما تكوني في شغل او لما تكون في شغل ما تاخدش من هنا تودي هنا. يعني حصل قدامك موقف، ما تاخدش من هنا تودي هنا. يعني تقول عليه ناس تانية، والناس التانية تقول لناس تانية، والناس التانية تقول لناس تانية. عشان انا حصل معايا موقف في الشغل، مش معايا انا شخصيا، مع واحدة اعرفها في الشغل، شغلة دماغها قوي بالناس، تمام؟ فعملت لنفسها مشاكل من لا مشاكل. حصل قدامها حاجات، راحت قالتها لناس تانية. ليه كده؟ ليه؟ ما تعملش كده خالص. ما تصورش، ما تتكلمش، ما تقولش، ما اللي يحصل قدامك انت شوف بس، ما تتكلمش، ما توقعش نفسك في مشاكل، ما توقعش نفسك في حاجات انت في غنى عنها. الشغل ده ممكن يكون مش شغل خاص. لو شغل خاص ممكن ان انت لو حصل لك مشكلة هتسيبه وتشوف غيره. لكن لو انت موظف هتعمل ايه؟ لو انت موظف هتعمل ايه دلوقتي؟ هل هتسيبه وتروح تدور على مكان تاني؟ ما ينفعش في الوظيفة، وما ينفعش في الحكومة. ما ينفعش انت تسيبه وتروح تشوف مكان تاني، فانت بتجيب لنفسك القلق والتوتر. طيب انت دلوقتي موظف حكومة وحصل معاك 1 2 3، رحت قلت جبت من هنا حطيت هنا وحصل لك مشكلة كبيرة، هتروح فين؟ هتعمل ايه؟ وانت وراك التزامات، يعني خلاص هتاخد بقى اجازة وتقعد في البيت، او هتروح بقى تسيب الشغل وتروح تشتغل بره في شغل خاص. او فانت بتعمل لنفسك مواضيع من لا مواضيع، بتعمل لنفسك مشاكل. حتى مع الناس اللي هي كانت قريبة منك، لما سمعت ان انت عملت المشكلة دي بعدت عنك، بعدت. ده ملوش امان، ده مش كويس، ده لا نخاف منه. وليهم حق، ليهم حق. انت بتعمل مشاكل ليه؟ بتعملش مشاكل في المكان اللي انت موجود فيه، سواء شغل، سواء ليك جيران في البيت اللي انت ساكن فيه، سواء في الشارع، سواء مع سوبر ماركت، سواء. ما تعملش مشاكل مع حد. كبر دماغك وريح دماغك. اللي يتقال قدامك وانت تسمع وتشوف وتعمل. شوف واسمع وبس، شوف واسمع وبس. ما تتكلمش، ما تقولش لحد حاجة. ما تروحش تقول ده حصل وده وصل وده قال وده عمل. يعني زميلتي اللي في الشغل دي شافت، راحت قالت، تمام؟ حد يقول لها حاجة ويحلفها ما تقولش، تروح تقول. عملت حاجات كتيرة يعني. طب ليه؟ طب ما تريحي دماغك. ليه بتجيبي لنفسك القلق؟ ليه بتجيبي لنفسك وجع الدماغ؟ فانت الموقف ده لما حصل قدامي قلت اما انصحكم واقول لكم ما تعملوش كده، ما تعملوش كده. ريحوا دماغكم. المكان اللي انتم موجودين فيه ريحوا دماغكم، اشتغلوا. روح اعمل شغلك وروح، روح اعمل شغلك وسافر، روح اعمل شغلك واخرج، اعمل اي حاجة. يعني اشتغل. ده مكان شغل، ده بتاخد منه فلوس، يعني بيأكلك عيش. فانت ما تفضلش تعمل فيه مشاكل، ما تفضلش تعمل فيه حوارات. ما حافظ على اكل عيشك، زي ما بيقولوا عندنا بالمصري، حافظ على اكل عيشك. هو صح، حافظ على اكل عيشك. بطل مشاكل وبطل خناق وبطل ان انت تجيب هنا وتودي هنا. الكلام ده كله بيأثر عليك، بيأثر على سمعتك، بيأثر على كل حاجة. والناس مش بتديك امان ان هي تتعامل معاك، وبيقلقوا منك. فانت ما تحطش نفسك في مواقف بايخة. روح شغلك، اشتغل وروح. بس كده، ده كان فيديو النهاردة. يا رب يكون عجبكم، وقولوا لي رأيكم في التعليقات. حصل موقف قدامكم زي ده ولا لأ؟ واعملوا لي اللايك بتاعكم الجميل، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.